اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هصوركم اليوم كله ماشي ازاي معايا النهارده. اول حاجه كده انا قلت اما احضر لنفسي فطار، فقلت يا نهى اعملي عيش صحي كده النهارده. انا كنت بصراحه ما اكدبش عليكم كده عايزه اكل حاجه صحيه، مش دايت ولا حاجه، بس عايزه اكل اكل صحي. فالمهم جبت بقى كوبايتين شوفان. هتعملوا العيش ده تحفه تحفه، هتعجبكم قوي. عيش طري ورهيب وطعمه فظيع. بص بقى، تجيب كوبايتين شوفان عليهم 3 كوبايات ميه، وتضربيهم كويس مع بعض بالخلاط او بالهاند بلندر اللي عندك. المهم انا عملته بالهاند بلندر، وبعد ما ضربته حطيت عليه رشه سكر صغيره. لو عندك مثلا سكر دايت اللي هو سيوتيال، تحفه، انا بستعمله رهيب وبيعسل الحاجه وفي تحفه بجد. او سكر بقى العادي، بس تحطي مقدار صغير. انا بصراحه حطيت سكر العادي فحطيت معلقه صغيره. تمام. وحطيت رشه بيكنج باودر. بعد ما ضربت خلاص الشوفان، حطيت السكر وحطيت رشه البيكنج باودر ومعلقه كبيره من بذور الشيا ومعلقه كبيره من بذره الكتان، وقلبت كله مع بعض. وقمت جايبه الطاسه بقى يا بنات، والطاسه ما فيش فيها اي ماده دهنيه، وبدات اللي انا احط الخليط ده في الطاسه. يكون سمكه مش تخين قوي، يكون سمكه كده نص سنتي او سنتي بالكتير. وصدقوني بيطلع معاكوا طري جدا جدا وطعمه فظيع، هيعجبكم قوي. وبصراحة هتستغنوا عن العيش العادي، اي عيش فيه دي ابيض هتستغنوا عنه مادام دقتوا الطعم ده رهيب بجد. انا عندي بناتي حبوه سبحان الله. ف زي ما انتم شايفين بقى، انا كنت لسه بضربه. وهقول لكم تاني، المقدار عبارة عن كوبايتين شوفان. عايزة بقى تضاعفي الكمية براحتك. كوبايتين شوفان عليها 3 كوبايات ميه، وتضربيهم كويس قوي بالهاند بلندر او بالخلاط. وبعد ما تضربيهم تحط عليهم رشه بيكنج باودر، معلقه سكر صغيره او سكر دايت سواء بقى سوتيال او اي نوع انت بتحبيه، ومعلقه بذور الشيا ومعلقه بذره الكتان. وتقلبيهم كلهم مع بعض، وتجيبي طاسه مفيش فيها ماده دهنيه، وتبداي ان انت تحطي العيش ده على النار عادي خالص على البوتاجاز. صدقيني تحفه تحفه تحفه. انا بقى عايزه بس اوريكم منظره بيبقى عامل ازاي قبل ما احطه على النار. لما حطيت بقى فيه بذور الشيا وبذور الكتان، بقلبه بقى كده. دلوقتي بقى تشوفوه انا بحطه في الطاسه، شايفين؟ رهيب رهيب رهيب. وشوفوا بحركه عادي خالص، هو بياخدش وقت على النار. تحفه 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 بجد. دلوقتي بقى هخش بقى على مرحله الغدا. يعني النهارده غدا ايه يا نهى؟ هعمل النهارده ورق لحمه، بس كلها ني في ني كده. زي ما انتم شايفين بقى، بقطع بطاطس، بقطع البصل، برضك الطماطم بقطعها حلقات. عندك بقى كوسه، عندك شويه بسله، عندك شويه جزر، اي خضار انت بتحبيه حطيه. عندك شويه فاصوليا خضراء براحتك. ده خضار بقى اللي انت عندك حطيه. انا كان عندي المتاح حاليا البطاطس والبصل والطماطم. انا عندي بسله، بس بصراحه ما اكدبش عليكم، كسلت ان انا اطلعها وكسلت ان انا احطها، لان عندي يعني ما بيحبوش قوي ورقه اللحمه فيها بسله. فقلت ما دام ما بيحبهاش، خساره بقى ان انا احطها، ما اكدبش عليك، وخساره ان انا احطها بقى في ورقه اللحمه، اسيبها للطبيخ احسن. زي ما انتم شايفين بقى، قطعت كله كله حلقات. البصل قطعته حلقات، البطاطس قطعتها حلقات بس سميكه سنه، والطماطم. وهقلب كله مع بعضه. واللحمه بتاعتي هكون غسلتها. انا بغسل اللحمه، في ناس زي ما بقول لكم كده، في ناس بتحب ما بتغسلهاش، انا عن نفسي بغسلها. فالمهم برضك الكبده فيها جدال برضو، في اللي بيغسلها وفي اللي ما بيغسلهاش. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين بقى، قطعت كل الخضار. وبعد ما حطيت الخضار حطيت فيها اللحمه، وحطيت بهاراتي بقى. بهارات لحمه عندك حطي، جوز الطيب عندك حطي، ايه تاني، طبعا الفلفل الاسمر والملح دول اساسي. انا عملته بقى النهارده في اكياس حراريه. عايزه بقى تعمليه بورق زبده وورق فويل بتاع الطبيخ. تمام، اللي عندك. انا عملته بالكيس الحراري وطلعت تحفه تحفه تحفه. المهم بقى، انت عايزه ما تعملهاش ني في ني، وتمسكي اللحمه تشوحيها كده مع حته سمنه بلدي، وتخليها تتشوح مع السمنه البلدي معاها رشه ملح وفلفل اسمر، شوحيها. انا قلت لا، انا هعملها كده كلها تبقى صحيه اكتر، وكلها ني في ني. فعملتها زي ما انتم شايفين كده. حطيت اللحمه، وهبدا بقى احط في شنشاء ميه، يعني قولوا ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه لو انت عايزه تزودي شويه. طبعا بقى مهاراتك بتحطيها،
وتحاولي تقلبي المكونات دي كلها مع بعضها. وبعد ما تقلبيهم تقومي حاطاهم في الصينيه بتاعتك الجميله وتدخليها الفرن على طول. بتطول شويه في الفرن بس بصراحه بتطلع رهيبه. وبس كده. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده ربطت الكيس الحراري وحطيته في الصينيه، وهقوم حطها في الفرن. ده كان غدايا بتاع النهارده. بس للاسف بقى نسيت اصور لكم النهائي لما طلعت ورقه اللحمه. فمعلش ان شاء الله المره الجايه مش هنسى وهصورها لكم. بس بجد كانت تحفه قوي. دلوقتي بقى انا هخرج واخليكم معايا ونشوف اليوم ماشي في البطاطس بتاعتك. عايزه كاتشب ومايونيز. احط لك كاتشب ومايونيز؟ بحبه. اوكي، احط لك واحد كاتشب. هي فيها كاتشب اصلا، احط لك واحد كمان. واحد كاتشب بجد والله. وواحد مايونيز كامل ولا ايه؟ ايوه يا ماما، بحب المايونيز وبحب الكاتشب والله. اكتر لك اهو كاتشب. ايوه كتري. حاضر. ماشي، هحط لك كمان مايونيز. بحبه. احط لك واحد كامل. يا ماما بحب المايونيز. كتري بقى من المايونيز براحتك. واحد حلو، مش هحط اتنين يعني. ماشي. بس اهم حاجه بس ثبتي الكاميرا. ماشي. يا سلام. لا خليه. بصي بعد ما البيبسي بتاعتك اهي. ماشي، هعمل بتاعي انا بقى. حبيت الكاتشب. لا ما فيش. لا يا لهوي. السلة بتاعي بقى في كاتشب برضه، بس انا هزود فيه كاتشب. حطي الكاتشب براحتك. نديها ورا شويه يا لوزي. نديها ورا شويه. سلام. انا بقى وانت استني لما انا اخلص. ماشي. خايفه ليه؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ جميل جميل جميل. والجو حر موت. طفشانين من البيت. عارفين الساعه كام دلوقتي؟ يعني الساعه في حدود 3:30 4 كده. ده مظبوطة قوي يا ماما. عايزة انت بتصوري ايه؟ بصور. ماشي صوري. احنا قاعدين الشمس لسه هتطلع الساعة 7. 7 الصبح. لا طبعا. اوعي. انت عايزة تجيب. لا. هجيب 1 2 3. خلاص يا ماما انا كده طلعت بابا اصلا. بصوا يا جماعة شكل السما عامل ازاي. حلو قوي. ما تعتبرش قوي دي. مالك يا حاجة؟ في ايه؟ انا مش لابسه الرمى اصلا. ايه؟ مش لابسه. هو انا عايزه اتدفى. ماشي يا روحي. مع ان الجو حر بس عايزه اتدفى مش عارفه ازاي.